كلامي النهارده ليكي انتي بقى اللي دايما بتخانقي مع زوجك، دايما قلبة وشك مهما يضحك مهما يهزر. برضو انتي قلبة وشك، برضو انتي زعلانة منه على ما فيش. دايما انتي قلبك اسود، كل مشاكلك معاه دايما بتفتكريها له. تعالى اقولك على شوية حاجات تتخطي بيها الحاجات اللي بتدور حواليكي، او الحاجات اللي بتدور في دماغك، وعن تجربة صدقيني اختك بتتكلم معاكي عن تجربة. يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة، وانتي بتتفرجي عليا كده وبتتشجعي بالحاجات الخفيفة اللي انا بعملها قدامك. تعالي اكلمك في الموضوع المهم اللي يهمك جدا وانا عارفة كده. اول حاجة ومبدئيا كده خلونا نتأكد 1,000,000% مش 100% ان مفيش بيت مصري اوروبي خليجي ايا كان هو البيت مفيهوش مشاكل، ولو حد قال غير كده يبقى بيكذب. ويا جماعة عايزة اقول لكم ان مش كل المشاكل اللي بتدور في بيوتنا هي اساسها الفلوس. صدقوني اقسم لكم بالله، صدقوني لان انا بشوف حواليا. بصوا، كل واحد بيشوف مشكلته بمنظوره هو او باللي عنده هو، صح ولا لأ؟ خلونا نمشيها واحدة واحدة. صلوا على النبي بس عشان ايه الكلام يحلى كده بذكر النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة لازم تعمليها مع زوجك لو حصل بينكم وبين بعض مشكلة، اول حاجة لازم تحطيها قاعدة في حياتك كده، ان انت دايما في مثل بلدي كده بيتقال عندنا قصدي، ان احنا دايما بنسيب الباب موارب. يعني ما بنبيعش البعض للنهاية، لازم نسيب حتة كده للرجوع. وهي ايه؟ يعني مثلا لما تخانقي مع زوجك، بلاش تطلعي كل اللي جواكي مرة واحدة، لان ده غلط. بلاش تحوشي جواكي تفضلي تخزني وتطلعي مرة واحدة، غلط جدا. اول حاجة لازم تعمليها لما مثلا هقولك السبب ان انت دايما مثلا متضايقه من زوجك، دايما مخنوقه منه، دايما انت مثلا بتعامليه او بتكلميه بطريقه وحشه. طبعا انا كست فانا هفهمك ان في ستات كتير مثلا بتتضايق من جوزها، بتتكلم بطريقه وحشه، مش قادره حتى ان هي تضحك في وشه، مش قادره ان هي حتى تستقبله بابتسامه كويسه، تقول له كلمه كويسه وهو جاي من الشغل. ليه؟ لان ده هو عامل معاها تراكم. التراكم ده ان هي اصلا جواها تراكم من ناحيته، في مرة هو زعلها، فهو مرة ضايقها وهي ما اتكلمتش او ما عاتبتش، فده بيدخل جواكي التراكم من ناحيته، فبالتالي بيأثر على نفسيتك، فبالتالي بيخليكي ما بتعرفيش اصلا تتعاملي معاه، وده غلط جدا. اول حاجة لازم تعمليها مثلا لو زوجك جه متضايق مخنوق مهموم، وجي مثلا مكشر في وشك متضايق مش عارف يتكلم كلمة كويسة، اول حاجة لازم تعمليها صدقيني تجاهليه، لانك لو ما تجاهلتهوش المشكلة هتكبر. حسب برضو، علشان كده نبقوا ايه عندنا مثلا مبدأ في الكلام، حسب زوجك بيحب ايه. يعني في رجالة بتحب مثلا لما تكون مخنوقة او متضايقة او ايا كان بيها، بتحب مثلا مراتاتها تسألهم مالكم. في رجالة عكس كده، هي بتكون بتكون مرتاحة اكتر لو لو مثلا انت ما تسأليش جوزك انت مالك او متضايق ليه او مخنوق من ايه، فهو بيبقى محتاج ان هو يهدى وبعدين انت تيجي تسأليه. ولكن بقى نقف عند نقطة مهمة جدا. لو انت مثلا جوزك جالك مثلا مخنوق منك، بيكلمك بطريقة وحشة او ايا كان السبب هو ايه، فلازم انتي زي ما قلتلك تشوفي هو بيحب انه طريقة. لو من الرجال اللي ما بتحبش ان حد يسألها، فلازم تعملي ستوب هنا لنفسك وما تسألهوش حتى لو هو ضايقك. هيجي تاني يوم، لان هو طبعا مش هيفضل على حاله ده، هيجي تاني يوم بقى بيضحك، تاني يوم تالت يوم رابع يوم بعد اسبوع. فاوعي تخزني جواكي، لازم تخرجي، لازم تقولي له انا زعلانه منك عشان انت عملت واحد اتنين تلاته. بلاش تحطي جواكي، بلاش تبقي شياله، لانك لما تشيلي عموما من ناحيه اي حد، بس طبعا بما ان ده زوجك اللي هو شريك حياتك، ابو عيالك او مش ابو عيالك، لسه في بداية حياتكم، ربنا يرزق كل مشتاق يا رب. فلازم تتعاملي
بالطريقة دي، علشان التخزين ده وحش قوي، هيأثر على صحتك، هيأثر على نفسيتك، هيأثر على حبك ليه، هيأثر عليكي في بيتك. مش هتعرفي مثلا تعملي اساسيات بيتك، مش هتعرفي تعملي والله العظيم لقمة. واسمعوا مني الكلام ده، لان انا طبعا انا واحدة زيكم عادي ومتجوزة وعندي عيال وبيت وأسرة، فانا عشت التجارب دي كلها، وعن تجارب انا بقول لكم. عموما انا اصلا من الناس اللي ما بتعرفش تشيل جواها، يعني لو حد ضايقني بكلمه في ساعتها لازم اقوله انت ضايقتني وعملت معايا واحد اتنين تلاته. في الاول لما كان جوزي بيبقى متضايق ومخنوق وكده، ويجي مثلا مثلا يزعق يتلكك على حاجه او ايا كان، كنت احور وادور معاه زي ما بيقولوا، انت بتعمل كده ليه؟ هو انا عملت لك ايه؟ هو انت عشان متضايق بتطلعه عليا؟ ده غلط، غلط جدا. دلوقتي بقى بعمل ايه ده؟ لان ده كان بيسبب مشاكل بيني وبينه. فدلوقتي بقيت بعمل ايه؟ بسيبه يهدى خالص واسيبه يتكلم، وهو واحدة واحدة اللي بلاقيه رايق. وبعديها بقى باجي اقول له ايه؟ انا زعلانة منك عشان واحد اتنين تلاتة. فبيجي يعتذر لي ويعتذر، والاعتذار مش عيب يا جماعة ولا حرام، ولا ده بيقلل من البني ادم، بالعكس ده بيرفع من شأنه. وانا بحترم قوي البني ادم اللي يعني يغلط ويعتذر، ده بني ادم محترم ايا كان هو طفل، شاب، راجل، ايا كان احنا مين يعني، او السن ايه. فانا بحترم قوي الشخصيه دي اللي تغلط وتعتذر. صدقوني لما حد بيغلط فيا، بس طبعا حسب الغلط، ويجي يعتذر، انا بقبل قوي وبرحب وبكون مبسوطه انا كشروق. فانتي في مثل برضو بيتقال، ما تدقيش على الحديد وهو سخن. يعني ما يجيش مثلا وجوزك متضايق ومخنوق وتيجي تتكلمي معاه، مستحيل هيقبل لك كلمه، مستحيل هيقبل لك كلمه. لازم تراعي ظروفه، لازم تراعي ان هو طول اليوم بيبقى في شغله وما بين ناس وبيتعامل، فبيفصل، بيفصل هو. لو شحنه 100%، 75% صدقيني لو طاروا في الشارع، فهو عنده 25% يتعامل بيها في الساعتين اللي بيجي بيهم آخر اليوم. فبيتعامل بيهم معاكي ومع ولادك، هم 25%. لكن لو 100% نفذوا في الشارع وفي الشغل، ما خلاص بطاريته 0%. ده الموبايل لو بطاريته 0% بيفصل. فهو برضو بني آدم بيكون فاصل. فأكيد مش عايز حد يتكلم معاه، مش عايز حد يقوله انت فيك ايه وبيك ايه، لان في شخصيات كده، وفي شخصيات بتحب الاهتمام وفي نفس الوقت عايزاكي انت تهتمي وتسألي وهي ما تجاوبش. فدي صراحة بقى الشخصيات النرجسية دي، انتوا فاهمينها طبعا. المهم ما تكونيش شايلة، وفي نفس الوقت ما تدقيش على الحديد وهو سخن زي ما قلت. دايما خليكي على الحياد، ودايما عاملي جوزك على طبعه مش طبعك انت، لانك لو عملتيه على طبعك انت مش هتعرفي ومش هتنجحي. مفيش اتنين في الدنيا متفاهمين يا جماعة 100%. دايما لازم في الاختلاف، علشان احنا لو مش مختلفين مش هنكمل بعض. احنا اصلا كبشر كلنا مختلفين عن بعض، فاحنا اللي بنكمل بعض. صح ولا غلط؟ اكيد انت وزوجك فيكم حاجة مشتركة، بس مش هتبقوا بيرفكت 100% مشتركين. مش هتكونوا 100%. انتوا ممكن تختلفوا على مثلا مسلسل، على حاجة مثلا هو ممكن يكون عايز يتفرج على الماتش، انت عايز تتفرجي على مسلسل كده. الدنيا اختلاف، الدنيا خد وهات. يعني الدنيا اصلا عامة حوار داير، حوار داير. فما بالك انت وزوجك، ده اهم شخص في حياتك، ده ابو عيالك. لازم تكوني عاقلة، ما تكونيش يعني عقلك صغير ولا مثلا قماصة. لان دي حاجات انا مريت بيها ومع التجارب انا بقولك عليها دلوقتي. في اكيد في بنات لسه ما اتجوزتش بتتفرج عليا، في بنات متجوزة. ممكن اصلا انا اكون صغيرة في السن مثلا، اخد مثلا النصيحة من حد اصغر مني. تخيلوا يعني انا صغيرة وباخد النصيحة من الاصغر مني، عشان ممكن هو يكون صح. ممكن انا اكون مثلا الصغيرة وتيجي مثلا ست قد والدتي تاخد مني النصيحة.
فاهمين؟ عموما انا كلامي لسه مخلصش، فلو عجبكم يعني الكلام في المواضيع دي قولولي وانا اعمل لكم فيديو كامل بقى صوت وصورة كده ونتكلم، وبعتولي اسئلة وكده وانا هتكلم معاكم. ولو عجبكم يعني الكلام في المحتوى ده او المشاكل اللي احنا بنمر بيها عموما، مشاكل بيت العيلة، مشاكل مع زوجك، واعرفي معلومة مهمة جدا يا جماعة، مش كل المشاكل في البيوت هي اساسها الفلوس، لا ابدا ابدا. اهم حاجة اصلا في الدنيا دي انك تكوني راضية. ارضي، ارضي علشان ربنا يرضيكي، ارضي عشان ربنا يرضيكي، علشان شئتي ام ابيتي كده كده اللي ربنا كاتبهولك هو اللي هتشوفيه. ولكن طبعا وكلنا عارفين كده ان الدعاء بيغير الاقدار. دايما ادعي لزوجك، اوعي تدعي عليه، اوعي تدعي عليه، لان لما تدعي على حد وقت غضبك ده بجد بجد ربنا بيستجاب، ان ابواب السماء بتكون مفتوحة، بالذات بقى لو بتحبيه، بالذات لو هو اصلا بني ادم مش وحش يعني 100%. ادعي ان ربنا يهديهولك وربنا يهديكي عليه ويهدي نفوسكم، ويا رب ما يدخل شر ابدا على بيوتكم وتعيدوا وانتوا احسن ناس في الدنيا مبسوطين، وربنا يخليلكم ولادكم، وان شاء الله تكونوا كلكم عيدتوا وجبتوا هدوم العيد وجبتوا كمان ذبيحة العيد، واللي مش هيذبح السنة دي ربنا يهديه يا رب ويذبح السنة الجاية، واوعوا تيأسوا من رحمة ربنا. ومع السلامة يا حبايبي.